عن جديد يسعد صباحكم مستمعي ومشاهدي راديو بوير اف ام ضمن الفقرة القانونية الأسبوعية واللي بنناقش فيها وبنتطرق فيها لأهم المشاكل اللي بتهم الجالية السورية في الاغتراب والكردية خاصة. وطبعا دائما ضيفتنا هي الأستاذة المحامية غادة أحمد من ألمانيا، واللي راح تجاوب على أسئلتنا وأسئلتكم بخصوص موضوع حلقتنا لليوم يلي هو سحب حضانة الطفل. بداية يسعد صباحك أستاذة غادة. صباح الخير شيرين وصباح الخير لكل المستمعين. خلينا نتعرف معك حول قانون حضانة الطفل في ألمانيا. قانون حضانة الطفل هو جزء من قانون حقوق العائلة الألماني اللي اسمه الفاميليا غيشت. هذا القانون بيحوي على كل شيء بيخص الطفل ورفاهية الطفل أو أي اعتداء يتعرض له هذا الطفل. نعم. ممكن كمان بنص أنه مثلا الحضانة بتكون من حق مين، أو هذا القانون هو اللي بيحدد أي شخص بيكون مؤهل لهذه الحضانة. وممكن كمان بيتناول الالتزامات المادية المترتبة على عاتق الشريكين تجاه هذا الطفل. يعني باختصار كل شيء يخص الطفل ورفاهية الطفل منصوص بقانون حضانة الطفل. نعم. أهم الأسباب أو أهم أسباب سحب حضانة الطفل من الأهل. هلا يمكن أهم الأسباب يعني في عبارة عن 4 أسباب أو أحيانا ممكن تكون 5 أسباب، بس الأسباب الرئيسية هو العنف الجسدي اللي ممكن يتعرض له هذا الطفل. نعم. العنف الجسدي ممكن يكون الضرب، أو طبعا لازم يكون في آثار واضحة عليه، يعني ممكن يتعرض للحرق أو ممكن للخنق أو في آثار ضرب على جسمه. كمان ممكن يكون في العنف الأسري. العنف الأسري يعني في مشاكل بين الأهل، الأب والأم، أو حتى مشاكل بين الأشقاء. هذا كله بيسبب الضرر النفسي على هذا الطفل. ممكن نعم. السبب الثالث الإهمال أو التقصير، يعني إهمال بهذا الطفل، إهمال الطعام أو إهمال غذائه أو إهمال هندامه لبسه مثلا. ممكن هذا الطفل بيطلع برات البيت بساعات مبكرة، طبعا هذا دليل أنه في إهمال وتقصير من قبل الأهل. نعم. ممكن كمان هذا الطفل بيكون متعرض للتحرش أو الاعتداء الجنسي من قبل أحد الوالدين أو أحد أفراد العائلة، يعني ممكن يكون العم أو الجد أو الأخ. نعم. هاي بعتقد أهم الأسباب. بس كمان في سبب تاني هو جهل اللاجئ بالقوانين الصارمة اللي بحق رفاهية الطفل. نعم. ما هي الجهة التي تقوم بهذه الإجراءات؟ هلا قانونيا حسب القانون الاجتماعي الألماني، القانون المادة 42، المؤسسة الوحيدة المسؤولة عن هذا الشيء هو مكتب رعاية الأطفال والشباب، نحن بنسميه بالألماني اليوغندام. نعم. هي المؤسسة الوحيدة المخولة بسحب الطفل. طبعا هذا الطفل إذا كان عليه تهديد يعني على سلامة الطفل أو على حياته أو في خطر على حياته، يعني فهي أكثر جهة قادرة أن تتدخل، يعني تتدخل بسحب الطفل. طبعا هي مؤسسة قديمة، يعني يمكن من أيام الحرب العالمية الأولى في عام 1924. يعني من المهام الأساسية لهذا المكتب حماية الطفل من أي اعتداء جسدي أو نفسي وتوفير الرعاية الكاملة له. هل هناك تنبيه أو إنذار قبل قرار سحب حضانة الطفل من الأهل؟ أكيد عملية سحب الطفل يعني ما عملية سهلة أبدا وما بسيطة أبدا. نعم. لازم تمر بمجموعة خطوات ومجموعة إجراءات. وكمان قرار سحب الطفل يعني هو قرار مشترك ما بين مكتب رعاية الطفل والشباب ومحكمة الأسرة. يعني هذا قرار مشترك بيناتهم، ما بيصير تتخذوا قرار بشكل فردي. إذا أجينا لأهم الخطوات اللي بتمر فيها هاي العملية، أول شيء لازم يكون في بلاغ لهاي الدائرة الحكومية. طبعا البلاغ بيتم من قبل الشرطة. هون مين بيبلغ الشرطة؟ أحد الجيران، يعني إنه مثلا عم يسمعوا أصوات صراخ للطفل عم يبكي مثلا، في أصوات ضجة، في أصوات تخبيط، فهون الشرطة رح تيجي لحتى تتأكد من صحة هذا البلاغ. وأحيانا ممكن البلاغ ما بيكون من قبل الجيران، ممكن يكون من قبل المدرسة أو الروضة الحضانة اللي بيروح عليها هذا الطفل. يعني ممكن الأنسة تلاحظ إنه في مثلا آثار ضرب على وجه هذا الطفل، فمن مهمتها ومن وظيفتها إنه تقوم بتبليغ هاي الدائرة، يعني لأنه هذا مسؤول من المسؤوليات يعني على عاتقها، تقوم بتبليغ هاي الدائرة. طبعا هون الشرطة رح تيجي لحتى تتأكد من صحة البلاغ. وهون دائما نقول إنه الأهالي لازم يتعاونوا مع الشرطة. يتعاونوا مع الشرطة مش معناه يسلموا الولد، لا، بس أنت بدك تفتح له الباب، الشرطة رح يدخل، رح يتأكد، رح يشوف إنه كان يعني جاء خبر إنه هذا في طفل عم يبكي، في صوت، في تخبيط،
حيفوت يشوف هذا الطفل، يشوف اساس البيت، اذا في تكسير، في كذا، في اثار تعنيف على جسم الطفل. لانه هون قديش ما كنت متعاون مع الشرطه، قديش هذا الشيء رح ينكتب بالتقارير اللي رح تتقدم لمحكمه الاسره بعدين. نعم. يعني حضور الشرطه اللي عندك على البيت مو معناها رح ينسحب طفلك، لا، هن رح يشوفوا شو هي الاسباب او يتاكدوا من صحه البلاغ. نعم. الخطوه الثانيه انه هون بعد ما يعني الشرطه اجت للبيت، يعني هون طبعا رح تبلغ الدائره، يعني انه نحن تلقينا خبر او تلقينا بلاغ وجينا نتاكد من صحه هذا البلاغ. هون الدائره كمان يعني راح ترسل موظف لحتى يقوم بزياره هذا المنزل. طبعا اذا تكون فجائيه، يعني ما انه تحكي معه التليفون، لا، تجي فجاه لحتى تتاكد من صحه البلاغ، وتتاكد هل ترى هذا الطفل بيعيش، يعني عاش مثلا صدمه نفسيه او عاش اعتداء جسدي عليه. وهون مثل ما قلت لك كمان هون لازم العائله كمان تكون متعاونه مع هاي الدائره. لما بتعاون مع هاي الدائره بتوفر على نفسها جهود وبتوفر على الطفل يعني اي شيء ممكن يتعرض له بعدين. كمان يعني ما تخاف، لانه سحب الطفل ما بيتم بقرار سهل، يعني لازم يكون في قرار من محكمه الاسره حتى تتاكد انه هاي العائله فعلا لازم ينسحب منها هذا الطفل. تمام. لانه اذا يعني ما تعاونت مع هاي الدائره من حقها طبعا تبلغ المحكمه خلال 48 ساعه، تبلغ محكمه الاسره انه هاي العائله ما بتتعاون معنا. فهون بتتدخل محكمه الاسره، بمجرد تدخل محكمه الاسره بيصير الامر شوي اصعب. طيب قانونيا طبعا بعد ما تفضلي. بس في الخطوه الاخيره اللي بدي احكي عنها، انه بعد ما بتوصل الدعوه او الشكوى لمحكمه الاسره، هون محكمه الاسره بتعين يعني موظف او اثنين او استشاريين اجتماعيين لحتى يقعدوا مع هذا الطفل، يقعدوا معاه ليشوفوا الاسباب، يدرسوا نفسيته. مثلا هاي القاعده ممكن تاخذ ايام وممكن تاخذ ساعات، يعني لانه على ضمن هذه القاعده معاه والنقاش معاه وضمن التقارير والبيانات وكل شيء تقدم لهي المحكمه لحتى تقرر انه هل يا ترى هذا الطفل راح ينسحب من اهله ولا لا. طيب قانونيا أستاذة غادة، هل يمكن ترك حضانة الطفل مع الأب لو كانت الأم هي سبب المشكلة والعكس كذلك؟ هلا ممكن البلاغ يتم عن طريق احد الوالدين، يعني ممكن الام مثلا تشتكي للشرطه انه انا عم بتعرض لتعنيف انا واولادي من قبل زوجي. فهون طبعا هون اللي يقعد امر بتدخل والشرطه بتتدخل. ممكن انه يتم استبعاد يعني الطرف اللي مشتكي اللي صارت عليه الشكوى يعني من البيت، او في حال الانفصال طبعا هون كمان المحكمه هي اللي بتقرر الطرف الاحق او الافضل او المؤهل انه ياخذ حضانه الطفل. نعم. هون بس بدي اذكر حادثه، ذكرت حادثه بس رح احاول اختصر مشان الوقت. يعني تفضلي. كان في احد العائلات، يعني كان الاب سوري والام احدى الجنسيات الاوروبيه، يعني ما راح اذكر شو هي جنسيتها. نعم. حصلت خلاف بيناتهم ومشاكل بيناتهم وصلت للطلاق، والام كانت مشتكيه على الزوج السوري انه كان عم يقوم بتعنيفها وبضربها وضرب الاولاد. هون طبعا تم الانفصال عنهم والحضانه ضلت للام. فسبحان الله في الايام يعني هاي الام عم تسوق السياره ومعها الولدين، وكانت في حاله سكر، يعني كانت شاربه الخمره يعني. فالشرطه وقفت السياره وطبعا تم سحب الاطفال لانه الام عم تسوق السياره وهي في حاله سكر يعني. هون الاب طالب باسترجاع اولاده. طبعا هون عمليه استرجاع اولاده اخذت وقت تقريبا سنه. ليش؟ لانه كان في عليه شكوى سابقه انه هو غير مؤهل او هو كان يقوم بالتعنيف. طبعا هون وكل المحامي لحتى بس يثبت عدم صحه البلاغات اللي قامت ضده لحتى استرجع أطفاله يعني. أستاذة غادة، هل تتوقف صلاحية السلطات على سحب الأطفال فقط، أو قد تتوسع سلطاتها لتشمل الأولاد الأكبر سنا أي المراهقين؟ لا عزيزتي، لأنه هاي الدائرة اسمها دائرة الأطفال والمركز رعاية الشباب والأطفال. يعني هون كمان بيشمل الأطفال اللي أعمارهم مثلا فوق ال 12 14 15 16. وهون أحيانا لاحظنا في حالات كثير إنه هو المراهق نفسه بيتقدم لهاي الدائرة وبيقول إنه أنا مثلا ما بقى بدي أعيش مع أهلي، لأن هون المراهق ما بيقدر ينفصل عن أهله لبعد ما يصير عمره 21. فهذا المراهق مثلا حس إنه جزء من حريته عم تنسحب منه، أو واصدقائه عم بيقولوا طالما انت مالك مرتاحه مع اهلك، ما عندك قسط من الحريه، فيك تقدم لهي الدائره وتعيش عنده. طبعا هو مفكر حاله راح لاوتيل 5 نجوم، يعني ما له عرفان القوانين اللي عم تنتظره هنيك يعني.
حسنا، ماذا بشأن المغتربين المجنسين؟ هل يتم أيضا سحب حضانة الطفل في حال حدوث أي مشاكل؟ اكيد اكيد عزيزتي، لانه هذا قانون بيطبق على كل شخص عايش بالمانيا وعنده طفل. يعني هو ما هو قانون خاص بالالمان، لا، انت طالما انت على الاراضي اللبنانيه، معك اقامه ما معك اقامه، عايش ببيت، عايش بكامب، عايش وين كان، مهم. سوري كنت، صيني، ياباني، هذا القانون بيطبق عليك. مهم. يعني هل تقتصر سحب الحضانة على المغتربين فقط أم تشمل حتى سحب حضانة الأطفال الألمان؟ لا لا، كمان تشمل الالمان. يعني الالمان ما هن ملاك يعني. هاي أها. منظمه الدائره هي قديمه يعني من 1924. وعلى فكره الالمان بينسحب الاولاد باعداد اكبر من اللاجئين يعني انت نعم. اذا رحتي لهذا المركز ممكن تلاقي 30 طفل الماني حتى تلاقي طفل او طفلين من اللاجئين. مهم. واغلبهم طبعا بيكون عليهم يعني بينسحب اطفالهم لانه عم يتعاطوا مخدرات او بيشربوا كحول او بيرتكبوا جرائم او يعني عندهم اسبقيه او خلفيه اجراميه يعني. نعم. سنتوقف قليلا أستاذة غادة بفاصل قصير ونعود لنكمل حديثنا عن موضوع سحب حضانة الطفل. عن جديد أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومتابعينا. أستاذة غادة، كنا نتكلم قبل الفاصل عن اقتصار سحب الحضانة هل فقط على المغتربين أم تشمل الألمان، فقلتي أن هذه المؤسسة هي من عام 1924. سنتكلم أين يتم أخذ الأطفال بعد سحب حضانتهم من الأهل؟ هلا ممكن اذا كان الاطفال يعني بعمر صغير يعني اشهر او مثلا سنه او سنتين ممكن يتم وضعهم بحضانه. طبعا هاي الحضانه بتكون تابعه لهي الدائره الحكوميه نفسها. نعم. او اذا كانوا شوي اكبر بالعمر مثلا بنحطوا بمركز للرعايه. طبعا هذا بيكون سكن مشترك يعني بين الاطفال. وفي مرات مثلا في عائلات المانيه هي بتقدم طلب لهي الدائره انه نحن مثلا جاهزين لنتبنى طفل او طفلين. طبعا نعم. هون الدائره بتتاكد يعني والمحكمه الاسره بتتاكد اهليه هاي العائله لحتى تتبنى هذا الطفل او لا. نعم. كيف يتم تربية وتأهيل الأطفال الذين سحبت حضانتهم من أهلهم؟ هلا اكيد يعني الطفل لما بيتربى عند هاي المنظمه او هاي اللاجئه او هذا المركز، طبعا بيكون في مشرفين بيتولوا هن مهمه التربيه. طبعا هذا المشرف او الموظف بيقوم بهاي المهمه بدافع انه هاي وظيفته يعني عم ياخذ عليها راتب اخر الشهر، غير نعم. لما الام هي اللي تربي ابنها بدافع الحب بدافع التضحيه. فرح يربون اوكي يعني انت الابن اذا اجى من المدرسه مثلا شاف الاكل ما حبوه ممكن امه تطبخ له طبخه ثانيه مثلا. هون لا، هون في ما رح لك انه نظام عسكري بس خلص في قانون. رح تطبق هذا القانون. انت ساكن بسكن مشترك مسؤول بدك تنظف بدك كذا بدك تلتزم بهاي القوانين الموجوده بهاي الدائره يعني. فاعتقد انه رح يتربوا بس ما رح يتربوا مثل ما يتربوا بحضن اهلهم يعني. رح يشربوا ثقافتهم، رح يتعلموا عاداتهم وتقاليدهم ودينهم للاسف. مهم. هنا أود أن أسأل عن إمكانية لقاء الأهل مع أطفالهم بعد سحب الحضانة معهم. هلا هون بدي اقول لك شغله، انه هون بيتوقف على يعني حسب السبب اللي ادى بسحب الحضانه. هلا ممكن ان يكون سحب الحضانه نتيجه الضرر الجسدي الكبير اللي ولد دخل على المستشفى، او مثلا السحب كان لانه تم اعتداء جنسي. فهون رح اقول لك الصعوبه ممكن اقول لك من المستحيل انه يرجع يشوف ابنه، او هذا شيء بيتاخذ وقت كبير. مهم. اما هون هلا عمليه سحب الطفل من الاهل، هون مهمه اليوجد قامت ما بتنتهي. هون بقى بتبلش شغل مع الاهل. شلون يعني؟ مثلا بتشوف شو كانت المشكله عندهم مشكله هون يعني شو بدي اقول لك، بتفرز موظفين خاصين لحتى يحاولوا يحلوا المشكله اللي عند الاهل يعني مشان بعد فتره يقدروا يحصلوا على اولادهم او يشوفون. لانه على فكره سحب الطفل بتكلف الدوله يعني مصاريف اضافيه، بالاضافه انه كمان بتعرض الطفل للصدمه، صدمه انه ينحرم من اهله. مهم.
فمن حقه انه يشوف اولاده ويقعد معهم. ممكن هاي الدائره بتحدد يعني ساعتين كل اسبوعين مثلا، طبعا تحت رقابه الموظفين خاصين، يعني ما انه والله يشوفون هيك يعني. طيب أستاذة غادة، بحسب متابعتك لقضايا المغتربين، نسبة سحب حضانة الطفل من العائلات الكردية السورية خاصة والسورية عامة؟ ما فينا نقول انه عم بيسحبوا عائلات اطفال من عائلات سوريه او من عائلات كرديه، لانه هون لما بتصير حاله مثل هاي الحالات الاعلام او الصحافه يقول مثلا تم سحب الطفل من العائله سوريه، مهم. ما بيقولوا مثلا تم سحب من عائله كرديه مثلا. أها. واذا حكيت لك عن نسبه ما راح اقول لك انه نسبه معينه، لانه احيانا ممكن تكون نسبه غير دقيقه، بس لو قلت لك لو النسبه كانت 1% فهي النسبه بتخوف. نعم. هنا لو تكرمتِ أستاذة غادة، أكثر الجنسيات التي يتم سحب حضانة أطفالهم منهم؟ والله ما فيني احدد اكثر الجنسيات، بس يعني قلت لك يمكن انه الالمان بيتم سحب اولادهم اكثر يعني من أها. اللاجئين او من المغتربين يعني. تمام. ما الذي يمكن للوالدين فعله بعد ذلك لاسترجاع حق الحضانة؟ ابسط شيء ممكن يوكل محامي، يعني يوكل محامي لحتى يعرف مثلا وين اخذوا هالاولاد مثلا، او يوكلوا محامي لحتى يثبتوا عدم صحه الشيء اللي اتهموا فيه، يعني يعني بيحاولوا يثبتوا الشيء اللي عن طريقه تم سحب الاولاد، يثبتوا عكسه يعني. أخيرا أستاذة غادة، ما هي أهم النصائح أو الإرشادات التي قد تساعد أو تجنب الأهل من خسارة حضانة الأطفال والحفاظ عليهم؟ هلا هي ممكن ما بتقول نصائح او شيء، بس ممكن احكي شغلات يعني. ممكن هلا اللي يسمعني يفكر انه الحكي سهل، لا الحكي مو سهل. صحيح نحن عايشين بمجتمع مهم. يختلف عنا حضاريا وثقافيا واخلاقيا ولغويا، اللي هو نعم. الاهم طبعا اللغه هي مفتاح البلد. فرح اقول انه القانون الالماني ما نفصل مثل على قياسنا. القانون نحن اجينا لازم نأقلم نفسنا على هذا القانون. مهم. ففي مقوله مره يعني قالتها احد الاخصائيات الاجتماعيه، قالت انه ما بني في سوريا للاسف هدم في المانيا. فعلا يعني انت ماشي بالشارع ماسك ايد ابنك مثلا عم تشده، ما راح تجي الشرطه تاخذ ابنك منك، بس اذا ضربته الضرب هون خط احمر بالمانيا. مهم. في اساليب ثانيه ممكن تعاقب فيها ابنك يعني اذا كان صغير طبعا. في ممكن مثلا تقول له اليوم ما راح تتفرج على افلام الكرتون اللي بتحبها، ما راح تاكل الشوكولاته اللي انت بتحبها، يعني في اساليب ثانيه ممكن تعاقب فيها ابنك مهم. غير الضرب. اذا كان ابنك كبير او مراهق، انا دائما بقول انه فتره المراهقه هي اخطر فتره. ليش؟ لانه كل شيء عند المراهق بيكون بالذروه، الحب، الكره، كل شيء عنده بيكون في الذروه، يعني ما عنده ما له قادر يوسط الامور. مهم. هلا في احيانا قاعدين باعداد مثلا الام بتقول انا بربي اولادي منيح طعميهم باكلهم، لا هذا ما اسمه تربيه، لانه في فرق بين التربيه وبين الرعايه. انت هون عم ترعي اولادك، بس نعم. التربيه انك تسمعي لبنتك، تقعدي معها تناقشيها، يعني تحاولوا قدر الامكان تستوعبوا اولادكم. ودائما بقول انه استفيد من تجربه غيرك، مهم. يعني ما في داعي تعيش نفس الوجع لحتى تستفيد. نعم. واكيد بتمنى بالنهايه انه ما حدا منا يخسر اولادنا، لانه الاولاد هو اكبر استثمار لنا بهالحياه واكبر مشروع لنا. إن شاء الله. شكرا كتير للأستاذة غادة أحمد، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. يتجدد اللقاء معك الأحد المقبل بموضوع جديد. شكرا لكل متابعينا ومستمعينا. انطرونا بعد الفاصل مكملين معكم بفقرات عطر الصباح.